بيان إلى الرأي العام. لم تكتفي الحكومة الإيرانية المدعية الإسلام بالجريمة الفادحة بحق الشهيدة جيانا أميني، بل وساهمت في حرق سجن أفين في العاصمة الإيرانية طهران، الذي يحتوي الناشطون السياسيين المدافعين عن حق الإنسانية، وبالأخص عن قضية جيانا أميني. وهذا ما شكل الغضب في أنفسنا جميعا، لأنها باتت عملية سياسية مرسومة لكسر إرادة الشعوب بشكل عام والمرأة بشكل خاص، وهذا ما يدعونا اليوم بالوقوف استنكارا وتصديا أمام الدول المنتهكة بحق البشرية. نتوقع الكثير من الحكومات التي تستخدم جميع أساليب العنف الشنيعة بحق شعبنا. واليوم ومن هذا المكان كشعب في ناحية الشدادي جنوب منطقة الحسكة نناشد المنظمات الحكومية ومنظمات حقوق الإنسان بالوقوف ودحر هذه الجرائم المرتكبة بحق الشعوب كافة، لأنه أي انتهاك يجري في العالم أجمع يصيبنا نحن أولا، وندينه ونستنكر الدولة الإيرانية للمعاملة البشعة ضد أهالي مناطقها وباسم المرأة الحرة والنساء كافة في ناحية الشدادي. سنقف أمام العدوان بكل الطرق والأساليب مهما كانت المسافة قريبة أم بعيدة، ولن نقبل أساليب العنف ضد شعوبنا في كافة الدول. وصدى صوت الحرية سيبقى ومهما كلف الأمر من غالي، والرحمة لشهدائنا والحرية للقائد آبو.